انا جاي لك اتعلم بقى، جاي اتعلم الصنعه نفسها، صنعه الساقه او صنعه الدهب. اول حاجه، هل لازم يبقى عندي موهبه معينه؟ في موهبه الرسم. انك تعمل الرسم طيب. فنان بمعنى اصح، اعرف ارسم، مخي يبقى شغال، اعرف افنش القطعه ازاي. كويس. ما عنديش موهبه الرسم بس عندي الذوق شويه، ان انا امسك قطعه ازاي اشطبها، اعرف فين العيوب اللي فيها. في اللي هو قبول، ان اتقبل الصنعه نفسها. انا ممكن اخش صنعه وما احبهاش بالظبط، ممكن اكمل الثلاث سنين مش عايز اشتغل، لا اكمل دراسه وما حبيتش المهنه. يبقى اول سنه هنا بنحببهم في المهنه نفسها. اول سنه تديله اساسيات، نديهم الاساسيات ونمر على المراحل كلها، كل حاجه المراحل. بس في مراحل اساسي معاهم اللي هي زي بدايه الصنعه، السلامه المهنيه طبعا دي اهم حاجه عندنا. الطالب يخاف على نفسه ازاي يشتغل، وبعد كده اعرفهم على العده دي كلها سنه اولى. تمام. يحفظ يعني العده بتاعت القسم التاسجه. تمام. الاقسام الثانيه نفس الموضوع، ازاي تمام. نعرف العده بتاعتها. تمام. دي شغاله في ايه، وبعدين نبتدي نشغلهم واحده واحده فيها. تمام. ده اول سنه. دي اول سنه. ثاني سنه بتخش في مراحل ثانيه، ما هي مراحل الذهب هي كذا مرحله. دي بدايه سنه اولى، بنعرفهم الامن والسلامه، اسماء العده، الاقسام، مراحل الانتاج بتاعتنا، ونبدا معاهم واحده واحده لغايه اخر سنه ثالثه يكون لامم بالاقسام كلها. كل حاجه ياخد القطعه زي ما هي حضرتك شفتها كده. ايوه. يشطبها، يفنشها، حتى بتركيب الاحجار توصل قطعه منتجه محضره للبيع. جميل. عبد الرحمن، انت من هنا برضو من العبور؟ ها؟ قريب. ايوه. حلو. انت في سنه كام؟ انا دلوقتي طالع ثالثه ثانوي. طالع ثالثه. كويس. اتعلمت بقى كل المراحل اللي مريت بيها دي؟ اكيد طبعا، بس لازم برضو المدرسه السيستم بتاعها بيوزع كل حاجه على ال3 سنين يعني. اكيد طبعا حتى لو انا اتعلمت كل حاجه في كل المراحل، في برضو خبايا مش هتظهر الا في السنه الجايه. اكيد. اخترت ليه بقى انك انت تتعلم الصياغه، انك تبقى صايغ؟ بصراحه انت عارف انت هتبقى صايغ؟ ايوه عارف. ها؟ ايوه. والدنيا تلعب معاك وبتاع، صايغ ذهب يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ولان فكره الذهب والمجوهرات بشكل عام، هو انت اصلا ما بتقدرش تاخد المهنه من بره يعني. انت لو عايز تروح تتعلم المهنه في ورشه انت مش هتعرف، لان في الورشه يعني الاب بيعلم ابنه، الابن بيعلم ابنه، والابن بيعلم ابنه، المهنه ما بتطلعش بره. فبالتالي المهنه الناس مقتصره على ناس معينه. ففكره ان نعمل مدرسه المهنه مقتصره على عدد معين وندخل في المجال ناس جديده، فدي حاجه كويسه. برافو عليك. فانا قلت اخش مجال يعني. امتى فكرت انك تاخد، انت كان نفسك تطلع ايه؟ اكيد بقى في مرحله كده كان في الاول نفسك دكتور مهندس. طبعا. وبعدين ايه اللي حصل؟ ايه نقطه التحول يعني؟ نقطه التحول ان انا شفت ان يعني دلوقتي الدكاتره كتير والمهندسين كتير وكل المجالات يعني فيهم ناس كتير، بس مجال الذهب بشكل عام في الناس فيه قليله يعني. فمحتاج، وغير كده هو مجال اكتر بيهتم بالابداع اكتر من ان هو طص يعني عارف حاجه بتعملها. فيعني بتقدر تطلع فيه كل جهدك وكل طاقتك في الشغل عامه. انت وصلت بقى وانت طالع ثالثه كده حاسس انك انت مسكت كل اسرار الشغلانه، اصول المهنه، ولا طبعا. لسه؟ السنه الجايه دي تمسك الاصول، ولا بعد كده بقى تدخل تدريب؟ لا، احنا يعتبر السنه الجايه كده بدانا نحط رجلينا في المهنه، بس مش مسكنا اصول كل حاجه، لان اصلا مهما كان انت كل مدى كل يوم جديد حتى بتكتشف حاجه جديده في المهنه. فمستحيل طبعا حد يتعلم المهنه كامله في 3 سنين يعني. طيب بعيد بقى عن المدرسه، ايه الحاجات اللي بتطلع عليها علشان تزود خبراتك في موضوع الصاغه ده؟ يعني حاليا انا بشوف ان دلوقتي الحاجه اللي هتنمي فكره الصياغه نفسها والكلام ده هو التسويق بتاعها. حلو. ان انت تسويق. تسوق لها. فانا في الفتره دي عامه بهتم بحته ان ازاي تعرف تسوق للمنتج بتاعك عامه. انت لو معاك اي منتج في الحياه مش هتقدر تجيب منه دخل او تقدر تستفاد منه لو ما عرفتش تسوقه. الله ينور عليك. اللي شغال دماغي دلوقتي بصراحه والله الله ينور عليك. بتقعد بقى تقرا حاجات في التسويق، تشوف فيديوهات بره. تشوف تصميمات جديده فعلا.
عشان تنمي الذوق بتاع الحكايه. أيوة. بس الفكره بقى ان انت لو هتشتغل تبع مصنع مش هتشتغل لوحدك، ان بيبقى في اصلا ناس متخصصه في حته التصميم دي، فهم بيبقى ليهم جهد اكبر، وبيبقى في ناس متخصصه في حته التسويق، ناس متخصصه في حته الصناعه، ناس متخصصه في حته السبك كده. هايل. فده الاصل يعني. هايل.